السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عم كل ديربي فاجئنا النهارده بنزول ياسر ابراهيم اللي قاعد في التلاجة بقاله شهرين ثلاثة، جاي بيلعب النهارده اساسي في جنوب افريقيا. والصراحة ياسر ابراهيم عمل ماتش جميل وماتش العمر. كمان بيفاجئنا باحمد رضا. يعني العش ماشي، لكن احمد رضا وياسر ابراهيم بصراحة مفاجأة. كل التوفيق ان شاء الله للاهلي. ويا عم كولر، لو انت يعني الشوط الثاني لو انت بقلبك جامد شويه هتقدر تخطف الماتش بنزول بن شرقي بدري شويه، حسين الشحات، قفشه. اللعيبه دي هتفرق معاك في نص الملعب. كنت كان رضا يطلع وينزل بن شرقي بدري شويه، طاهر وحسين الشحات شويه. كان هتفرق معاك. عم كولدير، يا عم كولدير فوق النبي، ماتش العوده ما فيش جون هنا هيحسبوا لك باتنين، يعني عشان يجيبوا جون فيك هنا محتاج ان انت تجيب جونين. وطبعا فريق رخم، فريق بيشوط مرزبات، يعني مركبين في رجلهم من تحت مرزبه، الكره بيشوطوها ما حدش بيشوفها. فاتمنى ان شاء الله اللي فيه ان شاء الله، ونشوفه كده في النهائي ان شاء الله. كمان خلاص مصطفى محمد بيرفض انه الرجوع مصر واللعب للاهلي في كاس العالم، وبيبعت رساله ان الاهلي ان خلاص نانت الفرنسي متمسك بيه ومش هيقدر يجي. كمان بيراميدز بيتعرض للظلم في جنوب افريقيا من فريق اورلاند، والحكم جونين، جيب جونين بيراميدز. والجون الثاني ده، الجون الاولاني تسلل 100% تسلل، الجون الثاني ده مفيش اي حاجه. هنفضل لحد امتى واحنا عندنا رئيس اتحاد الكوره عضو في الاتحاد الدولي؟ يعني عضو في الاتحاد الدولي، يعني انت قادر تتدخل بمكالمه تليفون وانت قاعد مكانك، بمكالمه تليفون لكن اللي بيحصل ده مع بيراميدز وبرضه حصل نفس الطريقه كده السنه اللي فاتت مع نهضه بركان. بيراميدز ونهضه بركان، والجون الجاي هو اتحسب برضه اوفسايد في المغرب. لكن علامات استفهام في ظلم بيراميدز ده ومفيش حد بيتدخل. احنا عندنا نسمع بس دايما رئيس الاتحاد الدولي، رئيس مش عارف ايه، لكن محدش بيقضي مصلحة للناس. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الاهلي ونادي بيراميدز، ونشوفهم في النهائي كده. وبيراميدز فريق تقيل، بيراميدز النهارده بيقدم مباراة جميلة، ماتش العمر البيراميدز عندهم المهاجم مهاجم تقيل. كمان الاهلي وجردشار مهاجم ما ينفعش يلعب الا مهاجم. جردشار اللي عمله النهارده ما ينفعش يلعب الا مهاجم. جردشار وامام عاشور النهارده عملوا ماتش جامد، ماتش العمر. جردشار يقعد على اي حد، يقعد اي حد. جردشار هو الاساسي وهو المهاجم، ما ينفعش عم كولدير تلعبه جنب ولا وينج، ما ينفعش عم كولدير. فوق لنفسك عم كولدير شويه. انت رايح كاس عالم، انت مش هتكمل اي نعم، بس خد البطوله على الاقل تبقى ماشي حتى. مع ان انت لو خدت البطوله دي ممكن الامور تتغير معاك. فيا عم كولدير فوق لنفسك شويه كده، وجراديشار ده يلعب مهاجم، وسام ينزل معاه بديل، ينزل بديل شويه. عايز تلعب باتنين مهاجمين في ماتش كده في تأزيمه ولا حاجه وعايز تلعب باتنين مهاجمين، نزله. لكن جراديشار هو المهاجم الاساسي. كمان الزمالك بدأ يفوق كده، وبدأ يفوق من الغيبوبة اللي هو فيها الإدارة بتاعته. بدأت بقى أحمد حسام يتواصل مع فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ومع كوتيسا اللي كان الاهلي داخل فيه، يا زيزو يا كوتيسا. طبعا هم خدوا زيزو، خلاص هياخدوا كوتيسا. لا، المكان ده مليان، ده فيه طاهر وحسين الشحات وزيزو ف واحمد رضا. فلا هي الزمالك دخل في كوتيسا وبيكلم فيلر، وفيلر رحب بالموضوع. بس فيلر قال انا متابع الدوري المصري وعايز لعيبه، لان الزمالك ما فيش لعيبه، وعارف بقى ان زيزو مشي وعبد الله السعيد خلاص على وشك السفر يعني لليبيا، لانه جاي له عرض من ليبيا. فكمان ممكن نشوف فايلر وكوتيسا في الزمالك، ممكن بمكالمة ممدوح عباس وميدو. فطبعا عندنا الكابتن حسين لبيب بيقول لك لا انا موجود وانا مش هسيب وانا مش هعمل. ده بيطلع علينا كمان وبيعلن ايه؟ بيعلن ان هو هيتصالح مع المستشار مرتضى منصور. طب يا كابتن حسين، انت هتصالح انت والمستشار مرتضى منصور، الجماهير تعرفها تهدي الدنيا بالجمهور بايه؟ صفقه يعني انت عندك لعيبه مشت زي زيزو ده، هو النجم اللي في مصر اللي انت سبته بكل سهوله، فرطت فيه بكل سهوله. مفيش واحد بيقعد يفاوض لاعب سنه ونص يا راجل.
يا راجل. فكل الموضوع ان هو طبعا قلب الدنيا على الصالات. ده الصالات كمان حدث ولا حرج، من 50 بطولة واخدين 7 بطولات. العاب الصالات من والحريم اللي كسباهم، البنات اللي كسبينهم، يا ريتهم الرجاله ولا يعني. الزمالك منهار في كل حاجه. فكابتن حسين حاول تشوف النادي كده وتشوف، ولا انت هتجيب اللي في اليد تحطهم في القدم، وتجيب اللي في القدم تحطهم في اليد؟ حاجه ما تعرفش النادي شغال ازاي وماشيين ازاي. اداره النادي ما تعرفش، هي في وادي واللاعيبه في وادي وكل في وادي والجماهير اللي شايله الموضوع. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، ويقدر يقوم ويفوق من الغيبوبه. وكل التوفيق ان شاء الله لنادي بيراميدز والنادي الاهلي كده، ونشوفهم في النهائي. السلام عليكم. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم.